عارف ايه هي اكتر حاجة غريبة؟ انك تفضل تدور على مفاتيحك وهي في ايدك، او تفتكر انك شفت وش حد قبل كده بس مش فاكر فين. النسيان، اللغز اللي كلنا بنعيشه من غير ما نفهم، او اللي بنفتكره ضعف بس هو في الحقيقة اكتر حاجة بتحمينا. ربنا خلق فينا القدرة دي عشان نعرف نكمل. النسيان مش مجرد عيب في الذاكرة، ده نظام دقيق بيشتغل جوه المخ، بيختار اللي يفضل واللي يختفي. العلم بيقول ان في منطقة في الدماغ اسمها الفصين، هي المسؤولة عن تحويل الذاكرة، وساعات بتضعف او تمسح جزء منها علشان تحافظ على توازننا النفسي. وفي المقابل في ناس عندهم حالة اسمها صعب الصراحة، فانا اكتبه لك على الشاشة، بيفتكروا كل يوم في حياتهم بتفاصيله، بس اغلبهم بيعاني من ارهاق نفسي لان دماغهم مش بتقدر تفلتر المشاعر القديمة، كأنهم عايشين في الماضي طول الوقت. يعني النسيان مش ضعف، دي وسيلة دفاع بيستخدمها العقل، يخزن اللي يستحق يفضل ويبعد اللي ممكن يكسرك كل يوم. النسيان مش خسارة، ده طريقة جسمك وعقلك بيقول لك بيها يلا نبدأ من جديد. بس خليك دايما فاكر ان الحاجات اللي تستحق تفضل محفورة جواك مش عشان توجعك، لكن عشان تفكرك ازاي او بعدها.